كل ما الامتحانات تقرب أكتر فكرة إنك تأجل أو تقسم السنة هتزيد في دماغك أكتر وأكتر. فبما إني عشت كل الأجواء دي وكل الأفكار دي جت في دماغي، فتعال أقول لك إمتى المفروض تأجل وإمتى المفروض تقسم السنة وإمتى ما تفكرش أبدا في الحاجتين دول. السلام عليكم يا شباب، أخباركم إيه؟ أنا أخوكم دكتور عمر صبري حسان، ويلا ندخل في موضوعنا على طول. فما تنساش تعمل لايك وتشترك لو لسه ما اشتركتش. ليه اصلا احنا بنفكر في فكره تقسيم السنه او حتى التاجيل؟ هو اننا حاسين ان خلاص الوقت خلص واننا مش هنلحق نخلص وكل الكلام ده. طب هل خلاص الوقت خلص والامتحان بكره مثلا؟ طبعا لا. طب امال ايه؟ الشيطان بيحاول يشغلك باي حاجه وخلاص، بحيث انك ما تذاكرش وتنسى رحمه ربنا وتوفيقه، وانك مهما كنت مذاكر قد ايه عمرك ما هتوصل لاي حاجة او تعمل اي حاجة من غير توفيق ربنا معاك. طب المفروض امتى ابدأ افكر في التقسيم؟ مثلا لما مثلا يكون فاضل شهر على الامتحان او اقل، وانت لسه في مادتين او ثلاثة ما بدأتهمش خالص، اللي هو ما تعرفش هما بيتكلموا عن ايه. ساعتها تبدأ انك تفكر انك تقسم السنة او تأجل المادتين دول. طب امتى ابدأ افكر اني اجل السنة كلها من اولها لاخرها؟ هقول لك برضو لما تكون ما فتحتش ولا مادة خالص، ولا مادة انت متأكد منها حرفيا، يعني ما تكونش حاسس، مجرد احساس انك تايه وبتاع، تيجي تقول لي انا هأجل او هقسم السنة. لا يا غالي، انت لسه عندك مراجعة وعندك شوامل وعندك حل كتير ولسه بتجمع المناهج، فانت ابدا اوعى تفكر في كده. فطالما انت بس حاسس انك تايه ومش فاكر او ناسي وكل الكلام ده عادي جدا، ومع المراجعة والحل الدنيا هتكون تمام. انت بس تابع كويس في المراجعة وتحل كتير وما تقلقش ان شاء الله خير. انا بس عاوزك تاخد بالك من حاجة ولازم تحطها في اعتبارك، انك لو هتأجل او هتقسم السنة هتعيش نفس الاجواء دي تاني ونفس السنة دي تاني. فانت مع نفسك كده وشوف هل هتقدر على ده ولا هتتعب الشهرين الباقيين في السنة وتخلص. فنصيحتي ليك، لو مش هتقدر تعيش كل ده تاني وتستحمل ده فبلاش أحسن. لأني أعرف ناس كتير أجلت وناس كتير قسمت السنة وللأسف ما قدرتش تستحمل وما عملتش حاجة خالص وندمت كل الندم. فأنت لو مراكم خالص ومفيش أي أمل إنك تلم كل المتراكم عليه خلال الفترة الجاية، فملكش غير حل واحد، هو إنك تصلي استخارة وتقعد مع أهلك وتشوف هتقرر ايه، وربنا يوفقكم جميعا. ولو عندك اي سؤال سيبه في كومنت وان شاء الله هرد عليك. ومتنساش اللايك والشير لاصحابك، يمكن حد منهم يستفاد.